السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حمدي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول محاضرة في الفسيولوجي. في الاول يا ولاد حابب اعرفكم كده بمادة الفسيولوجي. هي مادة بتتكلم عن وظائف الاعضاء. الفسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء، تمام؟ فاحنا هناخد كل عضو في جسمنا ونتكلم كده يعني حاجة بسيطة عنه، الوظيفة بتاعته، طب بيعمل ايه، بيشتغل ازاي، والكلام ده كله، تمام؟ حابب اقول لكم ان الفسيولوجي يعني حرفيا هي من امتع العلوم، لانه بنسبه كبيره جدا هو معتمد على الفهم. فانت كل ما تفهم اكتر كل ما تحس انك بتحب الماده وبتستمتع بيها اكتر، تمام؟ فيعني بالمناسبه حابب اقول لكم كده كام معلومه عن الفيسيو. يعني مثلا تعرف انك سرعه نقل الاشارات العصبيه في الاعصاب بتاعتك اسرع من السياره البوجاتي اللي هي اسرع عربيه في العالم. سرعه نقل الاشارات العصبيه في جسمك تقريبا 120 متر في الثانيه، ودي اسرع من السياره البوجاتي، تمام؟ دي اول حاجه تانية، انك الكليه بتاعتك، انت عندك في جسمك الكليه اللي هي الكدني. الكليه بتاعتك جواها من مليون لمليون ونص نفرون. النفرون ده هو الوحدة الوظيفية بتاعت الكلية. يعني الكلية الواحدة فيها أكتر من مليون نفرون، يعني مليون حاجة كده شغالة بتعمل لك فلترة للدم وتنقي لك الدم. ده في الكلية الواحدة. في الكلية التانية نفس القصة. يعني أنت عندك في جسمك كده حوالي 2 مليون ونص نفرون، أنت متخيل؟ فيعني الفسيولوجي بتاع الجسم فعلا يعني حاجة تحفة، وإن شاء الله هنتبسط بيها مع بعض. اول حاجه المحاضره دي بنتكلم عن حاجه اسمها البادي فلويدز. يعني ايه البادي فلويدز؟ يعني السوائل اللي موجوده في جسمنا. اول حقيقه او اول حاجه عن جسمنا ان جسمك 60% منه ميه. يعني انت جسمك انت لو بصيت هتلاقيه عباره عن القلب، مثلا دراعاتك، رجلك، الحاجات دي كلها انت مش شايف ان هو في ميه، ولكن الحقيقه ان 60% من جسمك كتكوين ميه. طيب ازاي ده يا شباب؟ اول حاجه ان الخلايا بتاعتك جواها ميه. كل خلايا في جسمك بيكون جواها ميه، حاجه بنسميها الانترا سيلولار فلويد. انترا يعني جوه، سيلولار يعني خليه، سيل يعني خليه، فلويد يعني سائل. فانترا سيلولار يعني السائل اللي جوه الخليه. ده بيكون موجود جوه كل خلايا جسمنا يا شباب. زي مثلا السيتوبلازم، انتوا عارفين طبعا السيتوبلازم ده اللي هو موجود جوه الخليه. السيتوبلازم ده عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن ميه، تمام؟ فكل خلايا جسمنا عباره عن ميه. ميه وشويه حاجات تانية، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، تعال نبص في الدياجرام ده. دي مثلا خلايا جسمنا، الحاجه اللي جوه دي اللي جوه الخلايا، تمام؟ في نواه وفي حواليها ميه، تمام؟ ده الانتراسيلر فلويد. مثلا دي خلايا الدم الحمراء، الار بي سيز، بيكون جواها ميه لانها خلايا عادي جدا، فبيكون جواها ميه. كل ده بيسمى اي سي اف، يعني انترا سيلولار فلويد، تمام؟ ده اول حاجه. طب ده نسبته كام في الجسم؟ احنا قلنا ان الميه بتمثل في جسمنا 60%، الانترا سيلولار ده لوحده 40%. يعني 40% من جسمك عباره عن ميه موجوده جوه الخلايا، تمام؟ تاني حاجة، الخلايا بتاعتك يا شباب مهاش ملزقة في بعضها. الخلايا اللي بتاعتك ما بينها فراغات، ما بينها مسافات. المسافات البينية أو المسافات اللي بين الخلايا دي بنسميها interstitial space. يعني المسافات اللي بين الخلايا، انتر يعني بين، stitial يعني مسافة، space يعني مسافة، interstitial space. فالinterstitial space دي بيكون جواها فلويد بنسميه interstitial fluid. interstitial fluid يعني المسافة الفلويد اللي موجود ما بين الخلايا، تمام؟ ده بيمثل كام في المية؟ 15%. يعني انت عندك الفلويد الانترستيشال ده بيمثل 15%. اخر حاجة، انت عندك فلويد بيكون موجود في الدم بتاعك، البلازما. يعني انت عندك دواء دموي، تمام؟ بيكون عبارة عن حاجتين، عبارة عن كرات دم حمراء، وبيكون عبارة عن فلويد اللي هو السائل. الدم بتاعك ده سائل، ليه؟ لان جوه ميه. فالميه دي او البلازما اللي موجوده في الدم بتاعك بتمثل كام من النسبه المئويه من الميه كله في جسمك؟ بتمثل 5%، تمام؟ يبقى تاني يا شباب، انت عندك التقسيمه حاجتين، يا اما الفلويد اللي في جسمك ده يكون انترا سيلولار فلويد يعني يكون جوه الخلايا، يا اما يكون اكسترا سيلولار فلويد يعني يكون بره الخلايا. لو جوه الخلايا فده واضح جدا، موجود جوه اي خلايا في جسمنا، سواء خليه قلب، خليه عضلات، خليه عظم، خليه اي حاجه، او خليه الدم برضو، ما هي دي خليه زي اي خليه في جسمنا، تمام؟ ده اسمه انترا سيلولار، بيمثل 40%. طيب الاكسترا سيلولار فلويد يعني اللي بره الخلايا، مش موجود في الخلايا، هيكون موجود في مكان من الاثنين. يا اما يكون ما بين الخلايا في المسافات البينيه بنسميه انترستيشيال فلويد، تمام؟ يا اما يكون ما بين خلايا الدم، او يكون يا اما الفلويد اللي في الدم نفسه، الدم بتاعك ده فلويد، فبيكون الفلويد بتاع الدم ونسبته بتكون 5%. يبقى 15% انترستيشيال ب5%، بتاع الدم اللي هو ال 5% ده 15 و5 20%. يبقى الاكسترا سيلولار 20% والانترا سيلولار 40%، تمام؟
حاجه عشان يعني اسكمها لكم ما تنسوهاش خالص. الانتراسيلر فلويد نسبته 40، واما الاكستراسيلر نسبته كام؟ 20. طب ليه اللي جوه الخلايا اكتر من اللي بره الخلايا؟ ركزوا كده يا شباب في الصوره. انت لو بصيت هتلاقي ان الخلايا بتاعتنا مهاش ملزقه في بعضها، وفي نفس الوقت هي مش بعيده خالص عن بعضها، هي بينها مسافات صغيره. اما الخليه حجمها اكتر بكتير من المسافه اللي بين الخلايا. ما طبيعي، ما احنا جسمنا مش اسفنجه. يعني انت جسمك عباره عن خلايا، والخلايا دي بتكون ما بينها مسافات صغيره، فالمساحه بتاعه الخلايا بتاعتك كبيره، فبتحتوي على ميه اكتر. اما اللي بين الخلايا بتكون مسافات صغيره، فبينها كميه ميه اقل. فالانتراسيلر 20، سوري 40، والاكسترا سيلر 20. عباره عن 15 انترستيشال و5 في البلازما. اوكي. تعال نرجع تاني. هنا نفس التقسيمه، انا بس حبيت اوريها لكم الاول على الدياجرام. بيقول لك ان انت توتال بادي فلويد عندك في جسمك 60%، ده التوتال. تمام. بيتقسموا ازاي؟ 40% انترا سيلولار كومبارتمنت جوه الخلايا، و20% اكسترا سيلولار. طب الاكسترا سيلولار ده او اللي بره الخلايا بيتقسم تاني ل انترا فاسكولار، يعني جوه الوعاء الدموي اللي هو البلازما، اللي جوه الوعاء الدموي اللي هو البلازما اللي هو الدم بتاعك. او اكسترا فاسكولار يعني بره الوعاء الدموي اللي هو بيكون فين؟ ما بين الخلايا، اللي ليه اسم تاني انترستيشال فلويد. هتشوف المسمى ده قدام برضو في الباوربوينت. تمام. نكمل. هنا بيقول لك البادي فلويدز، ولكن في واحده فيميل. اللي ورا شباب كان بيتكلم عن واحد ميل، يعني كان واحد هنا ذكر، النسبه اللي فيه بتكون اللي هو 60 وبتاع والكلام ده كله. الفرق الوحيد ما بين الميل والفيميل هو فكره النسبه، ان الفيميلز نسبة الفلويد فيهم بتكون أقل شوية، بتكون 55%. طب يا ترى ايه السبب؟ لأن دايما الفيميل بتكون فيها نسبة دهون أعلى. يعني الفيميلز دايما يا شباب بيكون عندهم نسبة الدهون في جسمهم أعلى من الميلز، ده ربنا خلاهم كده وده طبيعي جدا. تمام. فدايما العلاقة ما بين كمية الدهون اللي في الجسم وكمية المية بتكون عكسية، يعني الدهون ما بيكونش فيها كمية مية كتيرة زي باقي الخلايا. تمام. ده اللي بيخلي الفيميلز دايما نسبة الفلويد في جسمهم بتكون أقل شوية، بتكون 55%. يبقى 60% في الميل، وبالنسبة للفيميل بتكون 55%. وباقي التقسيمة بالظبط هي بالظبط. يعني انت دي بتكون التلتين اللي هو الانتراسيلولار، والاكسترا سيلولار بتكون التلت. تمام. نفس الفكرة هنا، بس مثلا لك بالارقام، ولكن الارقام ما تركزوش فيها خالص، يعني اهم حاجة بس انك تعرف الموضوع كنسبة. تمام. هنا يا شباب بيقول لكم نفس الفكرة، ان انت عندك المية بتكون نسبتها توتال H2O 60%، بتتقسم ل 36 او 40% انتراسيلولار و20% اكستراسيلولار. والباقي الكمية اللي هي مش مية بتكون 40%، عبارة عن السوليدز، الحاجات الصلبة اللي موجودة فين؟ في البون والكونكتيف تيشو والسيل سوليدز والبادي فات. يعني شوية البروتينات والليبيد اللي هي الدهون والحاجات دي كلها، هي النسبة الباقية، يعني بتكون نسبتها 40%. ولكن معظم جسمنا بيكون ميه. والرسمه دي برضو نفس الفكره، يعني ما فيهاش اي حاجه جديده، ما تركزوش معاها، هي معقده شويه ولكن هي ما فيهاش اي حاجه جديده، بتشرح نفس الكلام. هو بيقول لك ان انت عندك انتراسيلولار برضو تقريبا 40%، وشويه البروتينات والحاجات الجديده والحاجات السوليدز والكلام دوت. في عندك حاجات تانية انترستيشيال بتكون نسبتها تقريبا 15%، والبلازما 5%، يعني نفس الكلام بالظبط. تمام. هنا برضو بعيد نفس الكلام، بيقول لك ان الانتراسيلولار فلويد اللي موجود جوه الخلايا بيكون 40% من البادي ويت، وبيقول لك ان الانترستيشال فلويد اللي ما بين الخلايا بيكون 15%، والبلازما او الدم بتاعك موجود بنسبة 5%. تمام. هو الدياجرام اللي في الاول ده موضح كل حاجة، اللي هو ده، ان انت عندك انتراسيلولار واكستراسيلولار 40% و20% بالنسبه للاكستراسيلولار. ال 20% 15 انترستيشال و5 في البلازما. تمام. انا بكرر كتير بس عشان تحفظوا الارقام. تمام. نيجي بعد كده للسلايد دي، ودي من اهم السلايدات وبتنزل كتير جدا ام سي كيو. بيقول لك ان انت عامل لك هنا مقارنه يا شباب ما بين الانترا سيلولار فلويد السائل اللي موجود جوه الخلايا والاكسترا سيلولار فلويد، من حيث بقى كذا حاجه. اول حاجه بيقول لك النسبه، ان ده تلتين وده تلت. ما احنا لسه قايلين ان ده 40% وده 20%، فالنسبه بينهم 2-3. تمام. يعني ده تلتين وده التلت. اوكي. وبيقول لك كمان يا شباب ان الانتراسيلولار فلويد بيحتوي على شويه ايونات معينه، شويه ايونات وشويه حاجات كده معينه. هقولهم لكم بسكيمه سهله جدا، عباره عن 3 حاجات بحرف البي. ايه هما؟ البوتاسيوم والبروتين والفوسفيت. تمام. الانترسيلولار فلويد بيحتوي على بوتاسيوم
وبروتينز و HPO4 اللي هو الفوسفيت. ده الحاجات اللي بيحتوي عليها مينلي، والحته دي بتنزل كتير قوي MCQ. تمام. فبقول لك ان هو عباره عن كاتاينز، كاتاين يعني حاجه موجبه اللي هو البوتاسيوم، وبيحتوي على البروتينز. تمام. وبيحتوي على الاناين اللي هو الحاجه السالبه، شحنتها سالبه، اللي هو البروتينز والفوسفيت. اوكي. فيعني نحفظهم بالسكيما دي اللي هو 3 بحرف البي: بوتاسيوم وبروتين وفوسفيت. اوكي. اما الاكسترا سيلولار فلويد، الاكسترا سيلولار اللي هو خلينا نعتبر دايما اقول لك اكسترا سيلولار، ركز على السائل بتاع الدم اللي هو بره الخلايا، ركز على الدم. تمام. فاكسترا سيلولار بيحتوي اكتر حاجه على الصوديوم. الصوديوم يعني الصوديوم ده يا شباب عاوز اقول لكم انه من اهم الايونات اللي موجوده في الدم بتاعنا، مهم جدا. طيب ليه؟ لانه بيحافظ على حاجه اسمها الاوزمولاريتي او الاسموزيه بتاعه دمك. اسموزيه دمك عباره عن مينلي من الصوديوم. الصوديوم هو اللي بيكونها بشكل اساسي يعني، وشويه حاجات تانية زي يعني خليها بعدين، مش هقولها دلوقتي، بس اهم حاجه خالص هي الصوديوم. تمام. فافتكر دايما ان الصوديوم مهم جدا يكون في دمك علشان الاسموزيه بتاعه دمك. ومهم برضو في الانقباض العضلي، اكيد خدتها في الثانوي، كنت بيقول لك الانقباض العضلي بيحتاج الصوديوم والكلام ده كله. تمام. فبيحتوي على الصوديوم والكلورايد والبيكربونات اللي هو ال HCO3. يبقى تاني انت عندك عامل لك مقارنه ما بين الايونات اللي موجوده في الانتراسيلولار والاكسترا سيلولار. انتراسيلولار هو البوتاسيوم والبروتين والفوسفات، اما الاكسترا سيلولار بيحتوي على الصوديوم والكلورايد والبيكربونات. تمام. نرجع تاني للانتراسيلولار بقى، هقول لكم حاجه يعني معلومه طريفه جدا. البوتاسيوم ده ايون موجود في الدم بتاعنا عادي جدا، يعني هو موجود انترسيلر مينلي، موجود دايما انترسيلر جوه الخليه بشكل اكتر من بره. تمام. ولكنه لازم يكون موجود اكستراسيلر، لازم يكون موجود في الدم، ولكن بنسبه، يعني لازم يكون موجود بنسبه معينه اللي هي بتكون تقريبا 3.5 ملي ايكويفالنت، دي الوحده يعني، مالكوش دعوه بالوحده، المهم ان هو بيكون موجود بنسبه 3.5. تمام. البوتاسيوم يا شباب المفروض انه باي شكل من الاشكال ما يعديش 4.5، يعني لو عدى 4.5 انت بتكون كده في مشكله في جسمك، وهقول لك دلوقتي بيعمل ايه. ولو وصل ل5 انت لازم الشخص ده تعمل له غسيل كلوي فورا، يعني لو ما تعملوش غسيل كلوي الشخص ممكن يموت منك اصلا. ليه بقى يا شباب؟ البوتاسيوم ده من اكتر الايونات اللي بتأثر على القلب. يعني البوتاسيوم ده لو زاد قوي بيعمل اضطراب في ضربات القلب، حاجه بنسميها اريزميا، يعني اضطراب في ضربات القلب. فلو زاد شويه بيعمل اضطراب في ضربات القلب، ولو زاد قوي ووصل ل11 القلب بتاعك بيقف تماما. تخيل. فالطريق بقى في ايه؟ ان هما في امريكا زمان لما كانوا بيعدموا شخص كانوا بيدوله الحقنه المميته. عارفين الحقنه دي كان فيها ايه؟ كان موجود فيها بوتاسيوم ومع ماده تانية. اللي كان بيموت في الحقنه طبعا هو البوتاسيوم، كان بيديك حاجه حقنه في الدم بتاعك بتكون موجود فيها بوتاسيوم بنسبه عاليه جدا. فبتلاقي بوتاسيوم عالي في دم الشخص اللي هما بيموتوه دوت، بيعدي ال11، بيعدي الرقم ده طبعا، وطبعا لما بيوصل ل11 ويعديه فقلبه بيقف وبيموت. تمام. فبيقول لك اهو نوت تحت خالص اخر سطر، بيقول لك نوت بوتاسيوم شورنت اكسيد 5 ملي ايكويفالنت، يعني المفروض ما يعديش خالص ال5 ملي ايكويفالنت. ليه؟ انتوا عارفين دلوقتي. تمام. تعالوا نكمل. بيقول لك ان البي اتش بتاع جسمنا يا شباب الطبيعي، يعني الرقم ده تحفظوه يعني كدكاتره، من الرقم ده المفروض ما تنسوش ابدا. 7.4 ده البي اتش بتاع جسمنا، 7.4. تمام. فاحنا طبعا لما بنقيس البي اتش عرفنا منين هو 7.4، جبنا الدم وخدنا منه عينه وقسنا البي اتش بتاعه ولقيناه 7.4. تمام. الدم ده ايه؟ اكسترا سيلولار، اللي هو الحاجه اللي بره الخلايا، يعني قلنا اكسترا سيلولار عباره عن الدم والانترستيشال فلويد، ولكننا مش هنعرف ناخد السائل اللي بين الخلايا، مش هنعرف نسحبه، احنا دايما بنقيس على الدم. تمام. فالاكسترا سيلولار او الفلويد يعني نسبه البي اتش بتاعته 7.4. تمام. وده النورمال بتاع جسمنا. اما بقى الانتراسيلولار لما جينا نقيسه لقينا ان البي اتش بتاعه بيكون 7. طب ليه يا شباب؟ ليه البي اتش بتاع الانتراسيلولار بيكون 7، بيكون اقل، بيكون حامضي اكتر؟ خليني اقول لكم ان الخلايا بتاع جسمنا هي ما بتكونش قاعده كده ساكته، هي بتكون دايما شغاله في عمليات بناء وعمليات ميتابوليزم وعمليات، يعني انها دايما بتبني حاجات وبتهدم حاجات، فبتنتج ويست برودكت، بتنتج يعني من الاخر الزباله بتاعه الخليه. يعني مثلا انت رحت الجيم، تمام، عمال تعمل انقباض عضلي، انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، بتشيل اوزان وبتاع، ليه لما بتروح بتلاقي نفسك تاني يوم صاحي تعبان وجسمك بتدغدغ ومش قادر تقوم؟ لان جسمك طلع شويه فضلات، الفضلات دي اتراكمت. الفضلات دي ايه بالظبط؟
بالظبط؟ هو حمض اللاكتيك، اكيد برضو سمعت عنه في الثانوي. اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده يا شباب اسمه لاكتيك اسيد، يعني حمض، اسيد يعني حمض، فهو شيء حامضي. فده اللي بيسبب ان دايما الخلايا بتاعتك الانتراسيلر بيكون حامضيه اكتر، بيكون بي اتش بتاعها 7. ليه؟ لانها بتنتج احماض في عمليات الميتابوليزم وعمليات البناء بتاعها وعمليات التفاعلات الطبيعيه اللي بتحصل جوه الخليه، فبيكون بي اتش بتاعها دايما اقل، فبيكون 7. تمام. اخر حاجه ودي مشتركه طبعا في الاثنين، الانتراسيلر والاكستراسيلر، حاجه اسمها الاسمولاريتي، يعني الاسموزيه بتاعه الخلايا بتاع جسمك. اسموزيه خلايا جسمك بتكون 300 ملي اسمول، 300 ملي اسمول، يعني ده رقم بس يعرفوه. يعني الاسموزيه بتاعه دمك، الاسموزيه بتاعه دمك او بتاعه جوه الخلايا او اي حاجه بتكون 300 ملي اسمول. طب ايه اللي متحكم في الاسموزيه دي؟ معلومه ليكو، هو الصوديوم. تمام، لحد ما ناخدها ان شاء الله في شابتر بتاع البلد هنعرف اللي بالظبط الحاجه دي بتحصل ازاي، ولكن دلوقتي نعرف بس الرقم، ان اسموزيه دمك بتكون 300 ملي اسمول. اوكي. هنا يا شباب في السلايد دي بيقول لكم ان الانتراسيلر فلويد بيمثل 60% من التوتال بادي ووتر. خلي بالكم انا ورا قلت لكم ان الانتراسيلر 40% من وزن الجسم، هنا بيقول لك انها 60% من كميه الميه اللي في الجسم، يعني حسبه رياضيه بحت يعني. وهنا بيقول لك ان الاكستراسيلر بيمثل 40% من التوتال بادي ووتر، نفس الفكره. يبقى عشان بس يعني نظبط الارقام، بالنسبه للانتراسيلر 40% من وزن الجسم انتراسيلر، تمام، 20% من وزن الجسم اكستراسيلر فلويد. طيب بالنسبه لكميه الميه، 60% من كميه الميه موجوده جوه الخلايا. طيب 40% من التوتال بادي ووتر، من كميه الميه اللي في الجسم كله موجوده بره الخلايا. تمام. هي سلايد ملهاش لازمه وارقامها رياضيه هبله يعني، فخلينا نعدي. هنا بقى المقارنه دي مهمه. بيقول لك intracellular versus extracellular fluid، بيقارن لك ما بين الانتراسيلولار والاكستراسيلولار. هيقارنهم لك من حيث الديفينيشن، اللوكيشن، البروتينز والامينو اسيدز، الايونز والفوليوم. تمام. خلينا نبدا واحده واحده. اول حاجه الديفينيشن، بيقول لك ان الانتراسيلولار فلويد انترا سيلولار، انترا يعني جوه سيلولار خليه، يعني ده السائل جوه الخليه. فيقول لك هو it is a fluid and liquid present inside the cell، ده السائل اللي موجود جوه الخليه. الاكسترا سيلولار فلويد هو اكسترا سيلولار، هو الليكويد بريزنت اوتسايد السيل، يعني حماده هلال، كلام سهل جدا. تمام. اللوكيشن انترا سيلولار موجود فين؟ انسايد السيل، اكسترا سيلولار اوتسايد السيل. حلو. البروتينز والامينو اسيدز، انا قايل لكم ورا ان الانتراسيلولار موجود فيه 3 بحرف البي، بروتين، بروتين تاني، و بوتاسيوم، و فوسفيت. يبقى بيقول لك ان الانتراسيلولار موجود فيه بروتين وامينو اسيدز، يعني موجود فيه بروتين والامينو اسيدز. الامينو اسيد دي، الامينو اسيد دي يا شباب هي الوحده البنائيه اللي بتكون البروتين. تمام. اما الاكستراسيلولار فلويد بيكون طبعا البروتين والامينو اسيد ابسنت، مش موجوده. تمام. بالنسبه للايونز، الانتراسيلولار موجود فيه contain low amount of ions، يعني بيكون فيه كمية ايونات قليلة. ما انت جوه الخلية مش محتاج ايونات، اما انت بره الخلية extracellular بيكون comparatively more ions، يعني بيكون فيه موجود فيه ايونات اكتر. وده بديهي، انت مثلا في الدم بتاعك محتاج ان الدم يكون شايل ايونات كتير، لما الخلية تحتاج ايونات تدخل لها بكمية قليلة، فبديهي ان الاكستراسيلولار يكون فيه موجود ايونات اكتر من اللي جوه الخلية. تمام. اخر حاجة الفوليوم، بيقول لك ان الانتراسيلولار فلويد بيحتوي على large portion of total body water، يعني اكتر كميه ميه في الجسم بتكون موجوده جوه الخليه. وطبعا احنا عارفين ليه، لان حجم الخليه اكتر بكتير من الحجم اللي من الخليه، واكتر برضو من الحجم بتاع الدم بتاعنا. اما الاكستراسيلولار بيكون فيه much smaller portion of total body water، يعني كميه اقل. تمام. هنا عامل لك بيقول لك ان بيقارنك ما بين البلازما والانترستيشال فلويد. احنا قلنا يا شباب ان الاكستراسيلولار فلويد او الفلويد اللي بره الخلايا عباره عن حاجتين، يا اما يكون بلازما يا اما يكون انترستيشال فلويد. تمام. فبيقارن لك ما بينهم. البلازما، خلينا اوريكم الاول شكلها. دي البلازما يا شباب، هي دي. لو انت جبت عينة دم، انا مثلا جيت خدت منك عينة دم، تمام، هتكون شكلها عامل كده. تمام. انا رحت حاططها في جهاز اسمه الطرد المركزي، بعمل لها عمليه اسمها سنتريفيوجيشن، بخليها تدور بسرعه كبيره جدا، لفات كبيره جدا في الساعه وكده، او في الثانيه سوري، وعن طريق كده الدم بتاعك بيبدا مكوناته انها تنفصل عن بعضها. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت مكونات دمك انفصلت عن بعضها على حسب الكثافه، لحاجات تقيله في الكثافه وزنها تقيل زي الاريثروسايت او الار بي سيز اللي هي خلايا الدم الحمراء. تمام. وشويه بليتلت يعني خلايا التجلط، وليوكوسايت خلايا المناعه، وشويه بلازما. ايه بقى البلازما دي؟ البلازما دي يا شباب هو الجزء السائل من الدم،
يعني الدم بتاعك ده عباره عن حاجتين، عباره عن خلايا اللي هو الار بي سيز والليوكوسايت والبليتلتس والحاجات دي كلها، وبلازما اللي هو السائل. وتقريبا النسبه بينهم يعني 45 ل 55 اللي هو تقريبا يعتبر زي بعض، يعني دمك نصه ميه ونصه خلايا. حلو. فدي البلازما اللي احنا بنتكلم عنها يا شباب. دي البلازما اللي هي تعتبر بتمثل 5% من وزن الجسم. فهنا بيقارن لك، بيقول لك ان اول حاجه البلازما refers to the colorless fluid in blood والليمف او الميلك. يعني ده الحاجه اللي colorless بتكون ملهاش لون، يعني هي الميه لها لون؟ لا ملهاش لون. فدي بيقول لك انها colorless fluid in the blood، يعني ده السائل اللي ملوش لون الموجود في جوه البلد او الليمف او الميلك اللي هو اللبن بتاع الام وكده. اما الانترستيشال فلويد بيقول لك ان ده الفلويد اللي موجود ما بين السبيسز ان السيل ان تيشو، يعني موجود في المسافات اللي بين الخلايا. ده الفلويد اللي موجود في المسافات اللي بين الخلايا، يعني ده الديفينيشن، احنا اصلا عارفين الكلام ده. تاني حاجه بيقول لك ان البلازما هو الليكويد كومبوننت اوف بلاد. عارفين ما البلاد عباره عن حاجتين، حاجه صلبه اللي هي الخلايا وحاجه ليكويد هي البلازما. اما الانترستيشال هو البتوين السيلز. تمام. اخر حاجه بقول لك ان البلازما بيحتوي على هاي بروتين كونتنت، بيحتوي على كميه بروتينات عاليه. لما تاخدوا شابتر البلاد يا شباب ان شاء الله هنعرف ان البلازما بيكون موجود فيها حاجه اسمها البلازما بروتينز. دي عباره عن شويه بروتينات ليها اهميه يعني في حاجات كتير، منها الاسموزيه ومنها انها بتشيل شويه بروتينات وحاجات تانية وكده. فبيقول لك ان هي يعني البلازما بتاع جسمنا بتحتوي على هاي بروتين كونتنت لانها بتحتوي على البلازما بروتينز ودي هناخدها قدام، وبتحتوي على البروتين اللي بناكله. انت مثلا اكلت اكله فيها بروتين، فالبروتين ده بيمتص في الامعاء عندك ويخش الدم. طب هو دخل الدم هيمشي فين عشان يوصل بقى للخلايا بتاعت جسمك عشان تستفيد منه؟ هيمشي في الدم. فببساطة هو بيتشال في الدم في البلازما، دي بيكون موجود يعني دايب في البلازما بس، فبيحتوي على هاي بروتين كونتنت. اما الانترستيشال سبيس بيحتوي على لور بروتين كونتنت، يعني بيكون بيحتوي على كمية بروتين اقل من البلازما. طبعا انت بين الخلايا مش محتاج بروتين، يعني هتعمل بيه ايه؟ دي الفكرة. ده شكل الدم والبلازما لسه قايلينه. فيلا بينا نكمل. فبيقول لك ان انت عندك الانتراسيلولار كومبرايسز السيتازول. الاكستراسيلولار كومبرايسز ايه بقى؟ اول حاجه البلازما اللي هو السائل الكالرلس اللي موجود في الدم عندك، والتيشو فلويد يعني الحاجات الفلويد اللي موجود في التيشو عندك، الانترستيشال تيشو والحاجات اللي بين الخلايا، والانترانس سيلولار تيشو، ترانس يعني بين برضو، ترانس سيلولار فلويد اللي هو الفلويد اللي موجود ما بين السيلز اللي هو الانترستيشال او ترانس سيلولار وات ايفر، يعني نفس المسمى. تمام. فتاني يعني هو باختصار الاكسترا سيلولار عباره عن حاجتين اساسيين، البلد او البلازما سوري، والانترستيشال فلويد. حلو. اخر حاجه بقول لك ان الكونسنتريشن في الانتراسيلولار بيكون of sodium ions is low و concentration of potassium ions is high. طبعا انت البوتاسيوم محتاج يكون جوه الخليه اكتر، وما انتش عاوز صوديوم. ليه؟ لان البوتاسيوم لو عالي بره الخليه ممكن يموتك، ولو الصوديوم عالي والصوديوم محتاجينه جو بره الخلايا اكتر، لان الصوديوم بيحافظ على اسموزيه الدم. هنا العكس، يقول لك ان الاكسترا سيلولار بيحتوي على الصوديوم ايونز از هاي عشان يحافظ على الاسموزيه، والبوتاسيوم ليفل از لو علشان قلبك ما يقفش. هنا يا شباب عامل لك مقارنه ما بين الانتراسيلولار فلويد والاكستراسيلولار فلويد. بيقول لك ان الانتراسيلولار فلويد بيحتوي على مور بروتين، مور بوتاسيوم، مور فوسفيت، اللي احنا لسه قايلينهم 3 بحرف البي، 3 بي اللي هو بروتين بوتاسيوم فوسفيت. تمام. وبيحتوي طبعا على ليس صوديوم، يعني بيحتوي على صوديوم اقل. اما الاكسترا سيلولر طبعا بيقول لك ان هو بيحتوي على نو بروتين في الانترستيشال فلويد، يعني انت بين الخلايا مفيش بروتين خالص، مش محتاج بروتين. وبيحتوي على شويه بروتين في البلازما اللي هو اللي انت بتاكله والبلازما بروتيز والحاجات دي كلها. وبيحتوي على ليس بوتاسيوم، مش محتاجه بره كتير طبعا ممكن يموتك. وبيحتوي على مور صوديوم، طبعا الصوديوم مهم جدا جدا علشان الانقباض العضلي وعلشان الاوزمولاريتي والكلام ده كله. وبيحتوي على مور كلورايد، الكلورايد برضو كان مهم في الانقباض العضلي وطبعا ليه فانكشنز تانية. يبقى تاني كجدول، الانترستيلر مور 3 بي، بروتين بوتاسيوم فوسفيت، وبيحتوي على صوديوم اقل. التاني بيحتوي على صوديوم اكتر بكتير، وده المين اين في الاكسترا سيلولار، اكتر حاجه موجوده في الدم الصوديوم. تمام. وبيحتوي على ليس بوتاسيوم وبيحتوي على ليس بروتين. بس كده. هنا شباب بيقول لكم ازاي تتحكم how to control الاكسترا سيلولار فلويد، ازاي تتحكم في الاكسترا سيلولار فلويد. يعني مثلا انت عندك الدم بتاعك
انت بتتحكم في حاجتين فيه اساسيتين. اول حاجه هي الاسموزيه بتاعته والاسمولاريتي، تاني حاجه هي كميه الدم بتاعك. تمام، الاسمولاريتي والفوليوم. تمام، فتعال ناخدها واحده واحده. اول حاجه بيقول لك ازاي تتحكم في التونسيتي او الاسمولاريتي اللي هو الاسموزيه بتاعه الدم. في عندك 3 سيستمز اساسيين بيتحكموا لك في اسموزيه الدم. قبل ما اشرح لكم السيستمز دول خليني اقول لكم ان الاسمولاريتي او اسموزيه الدم بتعتمد بشكل اساسي على الصوديوم. تمام، الصوديوم كل ما يزيد في الدم عندك كل ما الاسموزيه بتاعه دمك تزيد، الصوديوم كل ما يقل في الدم عندك كل ما الاسموزيه بتاعتك تقل. حلو، فتعال نتكلم. اول موضوع بيقول لك اول سيستم عندك هو ال ADH او الفازوبريسين. ده عباره عن هرمون. الهرمون ده اسمه يا شباب بالظبط ADH، اختصار لي انتي دايوريتك هرمون، يعني الهرمون المضاد لادرار البول. ايه الفكره بتاعته؟ ان انت مثلا لما بتكون قعدت لفتره طويله جدا، تمام، صايم، تمام، وعمال جسمك يفقد ميه، عمال جسمك يفقد ميه، وفي العرق بقى وبتخش الحمام والكلام ده كله، فانت عمال تفقد ميه كتير. تمام، فيقوم جسمك يعمل ايه عشان يحتفظ بالميه؟ ما انت برضو لو جسمك فقد ميه كتير هيحصل لك جفاف، والجفاف ده خطير يا شباب. فجسمك بيعمل ايه؟ جسمك يبدا ان هو يطلع الهرمون اللي اسمه ال ADH ده. طب ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده لما بيلاقي ان الاسموزيه بتاعت دمك زادت، اسموزيه دمك زادت. طب وعارف ازاي ان اسموزيه دمك زادت؟ انت فقدت ميه كتير، جسمك الدم يعني الدم بتاعك فقد ميه كتير من اللي جواه، التركيز بتاع الصوديوم جوه دمك هيزيد لانك فقدت ميه. يعني انت لو عندك كوبايه شاي وهي مثلا وليكن مثلا عندك كوبايه شاي وفيها معلقتين سكر، لا انت خليتها نص كوبايه شاي وعليها معلقتين سكر، اكيد تركيز السكر هيبقى اكتر. دي نفس الفكره، ان انت لما بتقلل الميه تركيز الصوديوم بيزيد. تمام، فجسمك لما بيعرف ان انت فقدت صوديوم كتير، فقدت ميه كتير وتركيز الصوديوم بيزيد، بيقوم يفرز هرمون ال ADH ده. طب ال ADH ده بيعمل ايه بالظبط؟ بيبدأ ان هو يعيد امتصاص الميه اللي في البول تاني، يعني يروح للكدني، يروح للكليه بتاعتك، ويبدأ ان هو يعيد امتصاص الميه، يعيد امتصاص الميه اللي كانت هتنزل في البول. يعني الميه بدل ما تنزل في البول وجسمك يتخلص منها فتقوم انت تفقد ميه اكتر، لا هو بيعيد امتصاص الميه دي تاني، ما يصرفهاش، ما يوديهاش في البول، وترجع تاني الدم بتاعك. فاصبح ان هو رجع تاني كميه الميه للدم، واصبح ان هو خلى كميه دمك ثابته ومظبوطه وما فقدتش ميه كتير. هو ده كل فكره ال ADH هرمون، ان هو هرمون بيكون موجود في جسمك. الهدف الاساسي بتاعه ان هو يحافظ على جسمك انه ما يفقدش ميه كتير. لما جسمك بيبدا ان انت تفقد ميه كتير وما تشربش ميه تعوضها، بالهرمون ده بيتفاز، فيخلي ان هو يمتص، يخلي جسمك يمتص الميه اللي بدل ما تنزل في البول يقوم يمتصها تاني فتروح للدم، فتظبط كميه الميه اللي في جسمك. ده ال ADH. تمام، تاني حاجة هي الثيرست سensation. حاجة انت يعني انت بتحس بالعطش، انت لما برضو الصوديوم بيقل في الصوديوم قصدي بيزيد في الدم بتاعك وكمية المية بتقل، بتبدأ تحس بالعطش، بتبدأ تحس ان انت عطشان، عاوز تشرب مية. فطبعا لو بتشرب مية انت خلاص كده عدلت الموضوع. تمام، يبقى لو احنا تاني نجمع الحاجتين دول مع بعض، الاتنين دول بيتكلموا عن ان انت فقدت مية كتير وما بتشربش مية، في المقابل جسمك يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل حاجة يخليك انت تعملها، ويقوم هو عامل حاجة بنفسه. الحاجه اللي انت بتعملها يخليك تقوم تشرب، سير سensation، يخليك تحس بالعطش فتقوم تشرب. طب الحاجه اللي هو بيعملها وانت ما تحسش بيها ايه؟ ان هو بيخليك يفرز هرمون ال ADH. تمام، فلما ال ADH يتفرز يبدا يمتص الميه اللي كانت هتنزل في البول ويبدا يمتصها تاني وتروح للدم، فاصبح ان هو ظبط كميه الدم. وطبعا في المقابل انت بتفقد كميه ميه اقل، فبيكون يعني كميه البول بتكون طبعا اقل عشان يظبط الدنيا. بس اخر حاجه اسمها السولت ابيتيت ميكانيزم. السولت ابيتيت يعني الشهية بتاعة الملح. لما انت مثلا بقالك فترة ما بتاكلش ملح كتير، فانت بيحصل لك شهية ان انت عاوز تاكل ملح بحيث انك تظبط كمية الصوديوم اللي في دمك. انت بقالك مثلا فترة ما بتاكلش ملح كتير خالص وانت مانع ملح تماما، ولكن الملح ده شباب مهم قوي، مهم قوي في جسمنا، مهم الاسموزية. فيقوم جسمك يعني يشغل لك سولت ابيتيت، يخليك تحس ان انت عندك شهية انك عاوز تاكل اي حاجة فيها ملح، اي حاجة ملحة. دي الفكرة بالظبط. تمام، يبقى اخر مره هقولهم لكم هجمعهم لكم تاني. ال ADH والسيرست في حاله ان انت
الصوديوم زاد في دمك او الميه قلت في دمك والصوديوم زاد، فانت بيحصل لك الميكانيزمين دول علشان تبدا ان انت تزود كميه الميه، فتشرب ميه يا اما تعيد امتصاص الميه اللي في البول. السولت ابيتيت ان انت بتبدا انك تحس ان انت عندك شهيه للملح فتاكل ملح فتظبط كميه الصوديوم في دمك بس. تاني حاجه بيقول لك الكنترول اوف الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، ازاي تتحكم في الحجم عن طريق الصوديوم والووتر بالانس. انا لسه قايل لكم يا شباب ان دايما الصوديوم بيسحب ورا ميه، دايما الصوديوم لما بيكتر بيسحب ورا ميه. فانت العلاقه ما بين كميه الصوديوم وكميه الميه، لما انت مثلا اخدت صوديوم كتير فهتحس انك عاوز تشرب ميه كتير فهتشرب ميه وتزود صوديوم، فده هيزود الفوليوم، والعكس فالعكس. فهي يعني علاقه بين الصوديوم والميه، ده اللي بيخلي حجم دمك يا اما يزيد يا اما يقل على حسب الحاجتين دول. اخر موضوع عندنا حاجه اسمها regulation of local blood flow to tissue، ازاي تتحكم في كميه الدم اللي رايحه للنسيج بتاعك. ده عن طريق ميكانيزمين، حاجه لونج تيرم وحاجه شورت تيرم. لونج تيرم يعني على المدى البعيد، وحاجه شورت تيرم يعني على المدى القريب. تعالوا اوضحها لكم اكتر في السلايد الجايه. هنا يا شباب اول حاجه الشورت تيرم ميكانيزم، يعني الميكانيزم اللي بيحصل على المدى القصير. طبعا ده بيحصل في خلال ثواني او ممكن في خلال اقل من الثانيه كمان. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ بيحصل حاجه اسمها regulation of arterial diameter. يعني ايه arterial؟ ده تصغير كلمه artery. الارتري طبعا ده اللي بيوصل التغذيه الدمويه لاي عضو في جسمنا، للقلب للمخ للعضلات لكل حاجه. diameter يعني القطر، فانت تتحكم في قطر الارتريول ده. تعالى شباب اقول لكم حاجه، ده الارتيريال سيستم، يعني ده القلب بيوصل الشريان، بيوصل الدم للشريان، فالشريان طبعا بيوصل لحد وليكن مثلا كل جسمنا، ولكن تعالى مثلا نركز على حاجه واحده وليكن عضله البايسبس. تمام، انت دلوقتي بتلعب بايسبس، تمام. ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي بتلعب بايسبس وشايل عليها وزن، فانت عمال تعمل مجهود، طبيعي ان انت عضلاتك تحتاج دم اكتر علشان تعرف تشتغل بكفاءة عالية. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يقوم جسمك يعمل حاجة اسمها regulation arterial diameter، يقوم يوسع القطر بتاع الارتري والارتريول. يعني يقوم يوسع القطر بتاعها، يعني وليكن مثلا الارتري بتاعك قطره وليكن مثلا ربع سنتي، لا يقوم يوسعه يبقى نص سنتي، فانت الارتري بتاعك انتفخ، فلما ينفخ او يزيد يوسع في القطر بتاعه، يوصل لك تغذية دموية اكتر للعضلة بتاعتك. هي دي الفكرة بالظبط، ان انت عاوز تزود التيشو ده كمية دم اكتر، فتقوم تزود الارتريولار دايمتر، الارتري والارتريول والكلام ده كله، فيوصل له تغذية دموية اكتر. دي الفكرة. اللونج تيرم بقى دي حاجة بتاخد وقت، يعني بتاخد وقت طويل شوية. ايه هي؟ حاجتين، اول حاجة اسمها angiogenesis، تاني حاجة اسمها development of collateral circulation. ما تستغربش الاسماء، هبسطها لك دلوقتي. اول حاجة الانجيوجينيسيس. انجيو يا شباب يعني وعاء، انجيو يعني وعاء، جينيسيس يعني تصنيع. يعني ايه؟ تصنيع وعاء، هتصنع وعاء جديد. يعني مثلا انت راجل بتروح الجيم، تمام، فانت على طول كل يوم بتحط عضلاتك في ستريس، وكل يوم بتحط عضلاتك انها تشيل اوزان وتشيل اوزان وبتاع معرفش ايه وكده، فيقوم جسمك يبني اوعيه دمويه جديده. يقوم مثلا انت واصل مثلا لعضله البايسبس بتاعتك مثلا شريان واحد، فيقوم الشريان دوت يطلع منه شويه شرايين اصغر، ويقوم يطلع شرايين اكتر واكتر واكتر، فيوصل لك تغذيه دمويه اكتر. نفس الفكره الاورده اللي طالعه منها تقوم انها مش هتزيد الاورده، هو هتزيد الحاجات الاصغر اللي هو على مستوى الخلايا اللي جوه، فيوصل تغذيه دمويه احسن لكل خليه. فاهم الفكره؟ فانت بتصنع اوعيه دمويه اكتر للتيشو بتاعك، وطبعا بيزيد قطرها وبيحصل كل ده، فده كله طبعا بياخد وقت، فبيحصل لك حاجه اسمها انجيوجينيسيس، يعني بيحصل لك تصنيع على اوعيه دمويه جديده. وطبعا بتكون اوعيه دمويه صغيره، يعني مش هتلاقي حد بيوصل له شريان فيوصل له شريانين للعضله، ده ما بيحصلش. هو بيحصل ان الشريان الصغير ده بيطلع منه فروع تانية اصغر، فتبدا انها توصل له تغذيه دمويه اكتر. فاهمين الفكره؟ دي اول حاجه. تاني حاجه هي الديفلوبمنت اوف collateral circulation. يعني ايه يا شباب؟ تعالوا نبص على الرسمه دي. دي مش موجوده في الباوربوينت، ولكن انا جبتها لكم من بره علشان تفهموا الدنيا. يعني ايه collateral circulation؟ collateral يعني كانك بتمد ايدك لاخوك علشان تساعده، حرفيا collateral حاجه انت بتمد ايدك، هي يعني مد يد العون. تمام؟ ازاي؟ انت عندك مثلا ده شريان طلع منه فرعين، فرع ده اللي هو ناحيه اليمين وفرع تاني ناحيه الشمال، تمام. الفرع ده مثلا، الفرع ده حصل له ستينوزس، يعني دي هو ليكن لاي سبب من الاسباب الفرع ده مثلا حصل له جلطه، فقام الشريان ده اتقفل. طب الشخص ده ايه اللي هيحصل له؟ يعني الشريان ده مثلا بيغذي عضو معين او بيغذي حته معينه،
يعني مثلا ده بيغذي حته معينه من القلب، والشريان ده بيغذي منطقه تانية من القلب، فاصبح ان الشريان ده لما اتقفل الحته اللي كانت بتتغذى من القلب بيه هتموت، واصبح ان الحته دي هتعيش عادي جدا. فيقوم بقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا ايه؟ ان انت الشريانين دول بشكل طبيعي جدا في ما بينهم حاجه اسمها كولاترال سيركيليشن، في ما بينهم زي وصله صغيره ما بين الشرايين دول. ف وطبعا دي بيكون حجمها اصغر، يعني لو خدت بالك القطر ده كبير القطر ده صغير. فلو لا قدر الله الشريان ده في اي يوم من الايام اتقفل، يقوم الكولاترال سيركيليشن دي تشتغل، فالدم يروح ماشي كده 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 كده، ويروح معدي من السيركيليشن دي ويروح موصل ده من الشريان التاني. فاهمين فكره يا شباب؟ يبقى تاني انت عندك شريانين، الشريان دوت سليم وده سليم، طب في يوم من الايام ده اتقفل، يقوم الدم ماشي في الشريان السليم ويقوم معدي الكوبري ده اللي هو كولاترال يعني شبه كوبري، هي بالظبط نفس نظام الكوبري، فيقوم مدد له يساعده فيقوم عامل كولاترال ويروح الدم يمشي فيه ويكمل يوصل ده تغذيه دمويه للاورجن التاني. هتقولوا لي طيب هو الكولاترال دي حاجه صغيره وضيقه وما اعرفش ايه وكده، هقول لكم هي مع الوقت بتوسع، يعني مع الوقت الكولاترال ده بيكون اوسع، يعني بيوسع ويكبر في الحجم وكده، تمام. بس هي دي فكرة الكولاترال سيركيليشن. بكده يا شباب احنا هنكون خلصنا. اتمنى ان الشرح يكون بسيط، وحبيت اوضح لكم كل حاجة وافهمكم الدنيا وكده، ولو حد عنده اي سؤال او اي حاجة يسألني على الخاص وهرد على كله بإذن الله. السلام عليكم.